لدى حضراتكم أي أدلة أو في أي وسيلة بتتعاونوا فيها مع جهات التحقيق، ولا حضراتكم أين تقفون من التحقيقات اللي بتدور الآن؟ يعني أولا نحن مواطنين مصريين. هذا السلوك الإجرامي وهذه المجزرة التي وقعت تحت سمع وأعين الدولة وأجهزة الإعلام، هناك من الفيديوهات التي صورتها أجهزة الإعلام الكثير ووكالات الأنباء التي كانت حاضرة، فضلا عن التصوير الذي قامت به وزارة الداخلية. كون وزارة الداخلية وبعد 48 ساعة لم تقم بالقبض على أي أحد، وكون إن هذه التهديدات استمرت منذ 15 يوما، لم تتحرك المباحث الجنائية ولا مباحث أبو النمرس ولا مديرية أمن الجيزة. هناك تواطؤ واضح من وزارة الداخلية، ونحن قلنا في بياننا أننا سنمهل الداخلية وقتا لتقديم المجرمين إلى النيابة العامة، وإن لم يحدث سيكون هناك لكل حدث حديث جديد سنتهم فيه الداخلية بتهمة الإبادة الجماعية. طيب، بالنسبة لي يعني هناك تجريم من رئيس الجمهورية لهذه الحادثة، وهناك أيضا من كل المستويات رفيعة المستوى هناك تجريم وإدانة وتشديد على عدم انتهاج هذا المنهج مرة أخرى. أنا عايز أعرف أنتوا الآن كيف تنظرون إلى موقف رئيس الجمهورية الحالي؟ يعني نحن نقول لرئيس الجمهورية لا شكر الله سعيكم. رئيس الجمهورية في الصالة المغطاة هو والسادة محمد حسان والقرضاوي ومحمد عبد المقصود نالوا من الشيعة واتهموهم بالأنجاز وحرضوا الناس على قتلهم، والرئيس بنفسه قال ذلك بعظمة لسانه. إذن هو أيضا متهم بتهمة التحريض على قتل هؤلاء المواطنين اللي مفترض أنه مسؤول عن أمنهم وسلامتهم. الرئيس لم يصدر هذا البيان إلا بعد تهديد البرلمان العراقي وحكومة المالكي بقطع العلاقات المصرية وطرد السفير. حينها خرج بيان رئاسة الجمهورية. الرئيس وأجهزة أمنه ظلوا طوال أكثر من 22 ساعة لا أحد يتحرك. طيب، أنا بشكرك جزيلا.